المنتج الصيني اللي طول عمرنا بنعتبره منتج رخيص اتحول في الكام سنه اللي فاتت لفخر الصناعه العالميه، واهم مثال على كده هو سوق العربيات. الصين النهارده بقت اكبر دوله في العالم بتنتج وبتصدر عربيات، وعدت اليابان بكتير. في سنه واحده بس صدروا اكتر من 5 مليون عربيه. يعني مش بس بياخدوا السوق، دول ما بقوش بيسيبوا حاجه لحد. وشركه BYD الصينيه عملت اللي محدش كان يتوقعه، سبقت تسلا وبقت رقم واحد في الايرادات والمبيعات، ودخلها السنه دي بس عدى 107 مليار دولار، وتسلا بقت وراها بتجري. واللي جاي مرعب اكتر، الصين بتبني دلوقتي اكبر مصنع عربيات كهرباء في العالم، مساحته 50 ميل مربع، يعني حرفيا اكبر من مدن كامله في مصر. المصنع ده المفروض يطلع منه مليون عربيه في السنه، وفي كل حاجه من سكن وملاعب ومرافق، كانك عايش في مدينه كامله جوه المصنع. بس الصين ما وقفتش عند العربيات، واول تاكسي طاير بدون طيار نزل الشارع رسميا في الصين، مش مجرد تجربه، الحكومه نفسها وافقت عليه. وفي نفس السنه خلصوا اكبر شبكه قطارات سريعه في الكوكب بطول 48 كيلومتر. طبعا امريكا مش عاجبها الوضع، ترامب طلع وقال كفايه كده، وفرض ضرائب على العربيات الصينيه، وقال ان الصين بتغرق السوق، والصين ردت عليه، والموضوع عمال يكبر لحد ما وصل للطيارات الحربيه. وكلنا عارفين طبعا ان مصر في الفتره الاخيره راحت جابت طيارات الG10 من الصين. والسؤال بقى، تفتكروا العالم فعلا داخل على مرحله جديده الصين هي اللي هتكتب فيها قوانينها؟ خليكم معايا عشان تعرفوا الكلام على ايه.